السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. راح نديروا مملحات ولا سندويتشات ولا سوفلي من اروع ما يكون بطريقه سهله سريعه بسيطه وبعجينه تجي خفيفه. اهم حاجه انه العجينه تاعنا تجي خفيفه وفارغه من الداخل. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناه على المواصله. مباشرة نروح لوصفتنا لنهار اليوم. أول حاجة حنوجدوا لاصوص طوماط. عندي هنا كمية من الطماطم، درت لها ملح فلفل أسود والقليل من البابريكا ورشة فقط من الحار. هنا رايحين نضيفوا معها الثوم، تقدروا تضيفوا ورق الغار ولا الرند وتخليوا الطماطم تاعكم حتى تطيب. بعد ما تطيب الطماطم هذه رايحين نرحوها، وفي الأخير إذا حبينا نضيفوا لها الزعترة نقدروا كذلك ولا الأعشاب العطرية وتكون واجدة معنا وجاهزة. من جهة أخرى العجينة تاعنا راح نحتاجو 2 كيسان ونص من الفارينة أو طحين الأبيض، الكأس المستعمل 240 مليلتر، كأس من الحليب الدافي، ملعقتين كبيرتين من الزيت، نصف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة ممسوحة من السكر، ملعقة كبيرة من الحليب بودرة. هنا تقدروا تستغنوا عليها، أنا كانت عندي حبيت نضيفها. والحليب بودرة يكون كمحسن للعجين. هنا إذا درتوا الحليب بودرة تقدروا تستعملوا معه الماء ولا تستعملوا معه الحليب. عندنا ملعقة كبيرة من الخل، بياض بيضة. البياض دائما في المملحات ولا السندويتشات ولا المعجنات بصفة عامة انه نستعملوا البيض احسن من نستعملوا بيضة كاملة. وعندنا نصف ملعقة كبيرة من الملح. راح نجيبوا الاناء تاعنا او الغيسيبيون اللي راح نعجنوا فيه. راح نضيفوا الحليب الدافي، خميرة الخبز، السكر والحليب بودرة. هنا كما قلت لكم الحليب بودرة حاجة اختيارية. نخلطوا مليح المكونات هذه مع بعض ونخليو الخليط هذا حتى يتفاعل مدة 5 دقائق، يعني حتى وين نشوفوا الخميرة تاعنا تفاعلت. الوصفة مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف. اللي ما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان راح يخرج له صندوق الوصف. الوصفة مكتوبة بالتفصيل والمقادير بالتفصيل. رايحين نضيفوا ملعقة خل كبيرة، بياض البيض، وملعقتين كبيرتين من الزيت. راح نخلطوا المكونات هذه كلها مع بعض. هنا اذا كان عندكم البراء راح يعطيكم نتيجة احسن، ولكن اذا ما عندكمش استعملوا الفوي فقط. ورايحين نبداو نجمعوا العجينة تاعنا بالفارينة اللي هي كأسين ونصف. الكأس يكون ممسوح فقط، يعني ما نعمروش الكأس بزاف، الكأس يكون ممسوح. ونضيفوا الملح ونبداو نلموا العجينة تاعنا. العجينة لازم تكون ما تلصقش في يدينا وطرية في نفس الوقت. هنا راح نضيف الزعترة، كمية من الزعترة في العجين. راح نكهوا العجينه تاعنا. تقدروا ديروا ثوم بودره، البصل بودره، المهم تنكهوا العجينه تاعكم. واذا ما حبيتوش تقدروا تستغنوا عليه كذلك، لانه هذو الحوايج اختياريين. هنا اذا عندكم البيتخان تقدروا كذلك او العجانه تقدروا تلموا بها العجينه تاعكم. هنا راح نضيفوا ملعقه كبيره من المارغرين ولا ملعقه كبيره من السمن، يعني اللي توفرت عندكم ديروها. انا بالنسبه لي كان عندي سمن، ضفت ملعقه كبيره من السمن. على بها درنا ملعقتين كبيرتين فقط من الزيت. هنا اذا ما حبيتوش ديروا الزيت او السمن، المارغرين او السمن، ديروا 4 ملاعق كبيرة من الزيت في العجينة تاعكم. يعني اذا كان ما عندكم لا مارغرين لا سمن، ديروا 4 ملاعق كبيرة من الزيت بدل ملعقتين. بعد ما عجنا العجينه تاعنا ودخلنا كميه المارغرين او السمن اللي درناها، رايحين نمسحوا الغيسيبيون تاعنا بكميه من الزيت ونديروا كميه من الزيت من فوق هكا باش نسهلوا عمليه التخمر والعجينه تاعنا تختمر في وقت قصير. ونغطيو عليها ونخليوها تختمر حتى يضاعف الحجم تاعها كليا. بعد ما اختمرت العجينه وضاعف الحجم تاعها كليا، هنا نديغازيو العجينه تاعنا، نمسحوا يدينا بكميه قليله فقط من الزيت، قيس فقط من العجينه تاعنا ما نديغازيوها. هنا تقسموا العجينه تاعكم عينك هي ميزانك. هنا بالنسبه لي انا وزنت العجين، كل وزن كل عجين كان كل كره كان 125 غرام، اعطتني 6 قطع. وانتم هنا المهم اقسموا العجينه تاعكم على 6. يعني من اسهل الوصفات، خاصه انه جاي فصل الصيف نحتاج الوصفات هذه الخفيفه وتكون ناجحه.
هنا حنبداو نشكلهم على شكل كرات. هنا كما قلت لكم وزن كل كره 125 غرام. مباشره راح نبداو في الحشو ونفتحوا العجينه تاعنا. هنا شوفوا صلصه الطماطم بعد ما رحيتها في الاخير فقط، بعد ما رحيتها ضفت لها شويه زعتر فقط. نديروا رشه قليله من الفرينه باش ما نزيدوش نشفوا العجين، لانه العجينه ديجا راهي ماهيش تتلاصق في يدينا، ما تحتاج كميه كبيره. ونفتحوها على شكل مربع او مستطيل او شكل دائري كما تحبوا. نضيفوا الفرينه بكميات قليله فقط قسم ما تلصقش العجينه تاعنا، ونقدروا نفتحوها. الحشو راح يبقى لكم اختياري. هنا درنا صلصه الطماطم، راح نزيد معها بصل مكرمل، كنت درت له شويه ملح وشويه سكر، رشه فقط من السكر باش البصل تاعنا ما يجيناش حلو. ودرت فلفل مشوي، وتقدروا تضيفوا الطون، المرقاز، فروماج غابي، فروماج بلون، يعني نتوما واش تحبوا. هنا اذا حبيتوا تستبدلوا صلصه الطماطم تقدروا ديروا البيتزا الهريسه او الكاتشب. راح نضيف كميه من المرقاز. هنا كنت شريت فقط 20,000 مرقاز، درت بها الحشو. نحيو هذاك الغشاء اللي يكون على المرقاز، ونكمل ونديروا فقط الفيونداشي اللي يكون لداخل، او اللحم المفروم اللي يكون لداخل. راح نضيف كميه من الجبن المبشور. هنا عندنا بيضة كاملة، درت لها كمية من الحليب. راح ملعقة كبيرة بيضة كاملة مع ملعقة كبيرة من الحليب، راح نديرها في الأطراف باش نغلق بها، وهي نفسها اللي راح نديرها من فوق. ونغلقوا الحبة تاعنا ونكملوا هكا كل الحبات. يعني هنا الحشو كما قلت لكم كل واحد واش توفر عنده، وكل واحد واش يحب يدير لداخل. مباشرة راح نحطوها في صينية تدخل للفرن. الفرن تاعنا يكون مسخن مسبقا من 180 200 درجة. راح نديروا نفس البيضة اللي كنا درنا لها ملعقة كبيرة من الحليب من فوق. تحبوا ديروا السانوج ولا الججلان ولا الزرارع اللي يكونوا حابينهم. هنا بعد ما درنا لها البيض ودرنا لها السانوج راح نخليوها 5 دقائق قبل ما نحطوها في الفرن. بعد ما تفوت 5 دقائق راح ندخلوها للفرن، وهذا هو شكلها بعد ما خرجناها من الفرن. هنا تحبوا تمسحوها بالزيت باش تجيكم يعني لامعه ولا تلمع، اختياري. وان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. راح نفتحوها كيف كيف ونشوفوها كيف جات من الداخل، يعني من اروع ما يكون، من اروع الوصفات اللي تقدروا تديروها. واذا جربتوا الوصفه خلونا رايكم في التعليقات اسفل الفيديو، ولا ابعثوا لنا الصور في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه، موجوده في البيو على التيك توك، في البيو على في الديسكريبشن تاع اليوتيوب. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.